السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز بدون لحمة او فراخ، وطعمها خطير 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 بجد. يلا بينا نشوف مقاديرها ايه ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة كده معايا قد 5 فصوص من الثوم، معايا بصلة كبيرة متقطعة، هنزل بيهم كده في الكبة وهضربهم بالشكل ده كده لحد ما يتفرموا ناعم خالص اهو كده بالشكل ده كده. وهنزل عليهم بمكعب كده من اللي تديلي ريحة حلوة كده، وانا بقلي الكفتة بتاعتنا تبقى مطلعة ريحة حلوة قوي كده وهي بتتقلي. معايا هنا قرن فلفل كبير اخضر، ومعايا قرن فلفل حامي، هنزل بهم كده على طول في الكبة وهضربهم برضو مع بعض. وبعدين هنزل كده بالربطة كده من الخضرة وربطة من الشبت اهو كده. لو ما عندناش الكبة عادي خالص في مطحنة الخلاط، وهنضرب بالشكل ده كل حاجة كده لوحدها. ونضرب معايا هنا البهارات، بهارات لحمة، فلفل اسود، ملح، كزبرة ناشفة، وبابريكا، وهضربهم مع بعض كويس. وهنا معايا كوبايتين من دقيق الرز، ممكن نشتريه من عند العطار عادي خالص دقيق رز كده، وممكن نجيب الرز ونطحنه في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى ناعم معانا، ناعم خالص كده زي الدقيق بالظبط اهو بالشكل ده كده. انا جبت كوبايتين من الرز خلاص ضربتهم في مطحنة الخلاط لحد ما بقوا معانا زي الدقيق بالظبط. وهنا هنزل عليهم بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي، ومعلقة صغيرة كده، نص معلقة كده من البيكربوناتو، ما نكترش علشان ما تنفش معانا. وهعجنهم كده مع بعض بالشكل ده كده. وانا بخلط كده كل الحاجات دي كده مع بعض، بفكركم تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار باي فيديو بنزله. وزي ما انتوا شايفين كده وصفة سهلة جدا تنفع وجبة غدا او وجبة عشاء، بتكون حلوة قوي. هنا بعد ما خلاص كل المكونات اختلطت مع بعض كده بالشكل ده كده اهي، زي ما انت شايفة كده متماسكة وحلو قوي، حتى ما بلتش ايدي في الزيت ولا حاجة. لو احتاجت منك ان انت تبلي حاجة بسيطة ايدك كده بالزيت علشان تقدري تبرميها، بس انا شايفاها ان هي متماسكة معايا وحلو قوي اهو شايفة اهو بالشكل ده كده. هاخد واحدة كمان واصبعها كده، عايزة تصبعيها عايزة تكوريها زي ما انت حابة. هصبع كده الكمية كلها وارجع لكم تاني. خلاص كده زي ما انتوا شايفين صبعت الكمية كلها بالشكل ده كده. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل الصلصة اللي هننزل فيها الكفتة بتاعتنا بعد ما نقليها. هحط معلقة كبيرة كده من السمنة ومعلقة من الثوم المفروم، وهشوحهم كده. وبعدين هنزل عليهم بالطماطم المعصورة كده، وخلاص كده هسيبهم يغلوا كده مع بعضهم. هحط دلوقتي معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود، وهسيبها كده تتسبك مع بعضها كده على جنب. وهبتدي دلوقتي ان انا الكفتة بتاعتنا كده في حبة زيت حلوين كده، وهنزل بالكفتة بتاعتنا كده اهو. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اهو. نزلت بيها في الزيت، ما فكتش مني خالص، بسم الله ما شاء الله اهو. اهم حاجة ما نزودلهاش البيكربوناتو علشان ما تنفش معانا اهو. شايفين؟ لا فكت معايا ولا اي حاجة خالص، والزيت سخن. هنزل كده بالكمية وهقليها، وهتطلع بالمنظر الحلو ده اللي انتوا شايفينه، بسم الله ما شاء الله اهو. لا فكت مني في الزيت ولا اي حاجة، وريحتها وطعمها تحفة. وبعدين هنا هننزل نشوف تسبيكة الصلصة بتاعتنا. هنزل كده بالكفتة اللي احنا عملناها. انا طبعا شلت الصلصة من على النار خالص،
ونزلت بالكفتة كده، وما ما هرجعهاش على النار تاني. هي كده خلاص بقت تمام خالص اهو، زي ما انتوا شايفينه كده تمام. واهو زي ما انتوا شايفين كده قدمتها في الطبق ده. انا ما رجعتش تسبيكة الصلصة على النار تاني، انا نزلت بالكفتة بعد ما شلت الصلصة من على النار، نزلت بالكفتة على طول فيها، ما رجعتهاش على النار تاني. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله، طعمها وريحتها تحفة بجد. بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. اهو كده وقدمتها كده مع شوية كده من المخلل، يفتحوا النفس وطعمهم روعة. يا رب تكون الفيديو عجبكم يا رب، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.